يعني لا يمكن، خلاص موضوع خيانه بلوكت، انتهى. خلاص قفلت. ده بقى زمان يعني ايام بقى يعني في اوائل الجواز، مع العشره ومع الوقت ومع العيال لا هسامح. لا هسامح. غلابه، طلعنا غلابه، احنا الثلاثه هنسامح. بس هو في حاجه انا دايما اقول لهم، يعني طول عمري اقول لهم لو حد شاف جوزي مع حد ما يقوليش، عشان انا هبقى عايزه اكمل. يا سلام. ولو عرفت هضطر اخد موقف، وانا مش عايزه اخد موقف. وبروبلي انا بشوف ان الست بتبقى عارفه او حاسه، فما تعملوليش ماده واصعب عليكم وتعملوا جروب على الواتساب وتتكلموا ونشوف هنقول لها ايه وبتاع. في حاجه أنا مش برضو عايزة أبقى مهمه مادة. قوي. صح. إيه؟ اتفق. شكرا جدا. سوري لقطع كلامك. اول مره حد يتفق الخيانه على حسب نوع الخيانه. ليفل طبعا الليفل طبعا. واصلين لفين؟ انا سالت سؤال عام عشان اوصل لحاجه، عشان لما قلت من شويه الراجل اللي سامح قلت راجل، وفي الحقيقه لو في كلمه ادق هتبقى انسان. صح. لانه اللي بيسامح انسان، ما هو من لا يرحم لا يرحم. ولكن في فرق كبير قوي بين لحظه ضعف نسامح فيها وبين نمط سلوكي متكرر. بالظبط. ان تحول الامر الى نمط سلوكي متكرر انا شخصيا بنصح بالنهايه. في فرق بين وقعت وندمان، نزوه مثلا، نزوه، غلطه، سقطه، يعني نقولها كما شئنا، من الجنسين بالظبط، وبين نمط سلوكي متكرر. في فرق بين ان انا اقع في حفره وبين ان اعيش في الحفره. اللي عايش في الحفره سيبه في الحفره وامشي، ايا كان نوعه، راجل او ست. انما اللي سقط سقطه، اللي غلط غلطه، ربنا لما وصف علاقه الجواز وصفها في كلمتين: موده ورحمه. ما قالش حب. طب هل تعلموا ان القران كله ما فيهوش ولا امر بالحب؟ مشاعر. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول رزقت حبها، مش احببتها. واحببتها ده فعل، انا حبيتها، لا، رزقت حبها. ولا امر الاب والام بحب ولادهم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تربيه. ولا امر الولاد بحب اهاليهم، وصاحبهما في الدنيا معروفا. كلها افعال الشخص يقدر عليها. اللي بيبقى بجد قدرتنا على التراحم. لو اللي قدامي سقط سقطه ايا كان، سقط الرجل او سقطت المراه، وكان الطرف الاخر قادر على الستر واعطاء فرصه جديده، في حين ان الطرف الاول معترف ونادم، يبقى المسامحه هنا هي قمه الرحمه. ناخد كل اللي فات ده على بعضه، محدش ياخد منه كلمتين ويقول الدكتور بيقول سامحوا في الخيانه.